عارفين بان المغرب هو الاغلى في المازوت في الوطن العربي، مع اننا وصلنا ل 17 درهم اللتر. واللي جا في المرتبه الثانيه عربيا هما الاردن بثمن ديال 12 درهم اللتر، واللي هي تقريبا 5 ديال الدراهم اللتر. وفي الوقت اللي كاينين دول عربيه ماشي بتروليه ولكن عندهم المازوت رخيص لواحد الدرجه ما يمكنش تصوروا. ودابا ناخذ مصر كمثال، اللي هي دوله ماشي بتروليه ولكن المازوت راه واصل فيها غير 3 ديال الدراهم تقريبا اللتر. واخا ان مصر دايره الدعم للبترول، راه ما يمكنش انها تكون شاريه ب 13 درهم او 16 درهم وتبيع المواطن ب 3 ديال الدراهم. من غير الا انها كانت كتشري بشي ثمن اللي هو رخيص بزاف وكتبيعو بداك الثمن المواطن ديالها كتدعمو غير شي شويه. ودابا نرجعوا للسي المغرب، راه حتى حنا الا بغينا ان ليسونس ديالنا يكون رخيص راه كاين الحل، ولكن هذا الحل هذا واش غادي يرضي لينا السي اخنوش والرباعه ديالو او لا؟ وجلسوا معايا باش تفهموا القضيه كيف.